مساء الخير لكل المتابعين، مرحبا بكم معنا من جنبات هذا الملعب الجميل. نحن على موعد كبير نهاية هذا الأسبوع. المنتخب الوطني المغربي الرديف سيلاقي نظيره السوري يوم الخميس على الساعة 3:30 بعد الزوال بتوقيت. 3 نصائح للمنتخب المغربي الشقيق: لا تحكي عن مباراتك مع سوريا مربوحة، لأنه في جار إلك لعب مع منتخب سوريا وحكى مربوحة وطلعت المباراة مريوحة، روح على البيت وأول منتخب قطع تيكيتات عودة إلى البلاد بطعم الشاورما. والنصيحة الثانية: إذا منتخب سوريا فاز عليكم لا تقولوا لعبنا بالرديف، ترى منتخب سوريا 14 محترف غائب، أبرزهم عمر السومة، بابلو صباغ، محمود داوود، عمار رمضان، داليهو، والقائمة تطول. إحنا أيضا عم نلعب معاكم بالرديف. النصيحة رقم 3: لا تتخلى عن القضية الفلسطينية، ولا تتخلى عن أهل غزة، ولا تدخل السياسة بالرياضة مثل بعض الناس. فأنتوا رجال من ظهر رجال وراح تظلكوا داعمين للقضية الفلسطينية. لازم تعرفوا يا أهل المغرب، أنتوا كثير عزيزين وغالين على أهل سوريا. أنتوا من أكثر الشعوب اللي فرحت لسقوط بشار الأسد، وأكثر الشعوب اللي وقفتوا معنا بالمشاعر وبأحاسيسكم الجميلة. إن شاء الله نضل أخوة ومنضل أحبة، والفايز نحكي له ألف ألف مبروك. المنتخب السعودي خسر قدام المغرب. خلاص لا تزعلون اخوتنا السعودية، احنا سوريين نفزعلكم وراح نجيبهم طرق، بس ثاني مرة لا تراهنون على شيء وتخسرون ونظل طايرين وراكم، لانه احنا جماعة ما عندنا شغلة وعملنا غير ان نرقع وراكم. خلاص خليكم من جو الجو، تظلون تهايتون كثير واخر شيء تخسرون. يا ولد خالتي صبتون. يوم الخميس الساعة 5:30 مباراتنا مع منتخب المغرب بدور ربع النهائي بكأس العرب، وتونس راح والمغرب جاي دوره. تونس راح والمغرب جاي دوره. بإذن الله تعالى نهار الخميس رح نقصي منتخب المغرب من كأس العرب. جهزوا حالكم يا سوريين. شفتوا شكون ولا يهدر دوك؟ شفتوا دوك شكون ولا يهدر ولا ما شفتوش؟ ماشي تحب. قال لك خرجوا تونس الدور على المغرب. الله غرابك انا ما فهمش شغل كاو يهدر فيها زعما، ويهدر فيها صح وصح منه بكامل قواه العقليه زعما، اكيد بكامل قواه العقليه. ظهر هادو عبالك هم يتحداو، ما على بالوش باللي بون هذا معليش. غدوه ان شاء الله نشوفوا معاه، هذا غدوه ان شاء الله نشوفوا معاه كيف. ما على بالوش باللي شمال افريقيا بلاد كرة القدم. جماهير المغرب قلتوا لي المنتخب السوري ايزي وعلوه يلعب معنا. انت ما بتعرف مين المنتخب السوري، ما بتعرف انه طالع من تحت المعاناة، من تحت القصف، من تحت الردم، 14 سنة حروب، ورغم كل هالشيء وصمدنا وطلع معنا شيء بهالبطولة. صدقني راح تعاني كثير امامنا، وانت كنت متأهل لكأس العالم وللنصف النهائي وصلت. صدقني ما راح يطلع لك معنا، وراح نعاقبك على هالكلام اللي عم بتقوله، مثل ما كانوا عم بيحكوا جماهير تونس نحن بتاع الشاورما اخر شيء طعمناهم شاورما على المزبوط. فصدقني هالمره ما راح نطعميك شاورما، هالمره راح نطعميك تبوله وسلطه، صدقني راح ندوقك اياها. وانا عم بستناك، والله عم بستناك احر من الجمر لهالمباراه. صدقني راح تبلع وراجعني. ولكل واحد سوري متخوف من المباراه لا تتخاذل مع منتخبك، صدقني راح نفوز عليهم، وهي شواربي وراجعوني زي ما بنفوز عليهم، لانه عندنا اقوى دفاع بالبطوله. انا واثق من المنتخب اللي عندي. انا غادي نعطيكم الحل دروك. الجزائر غادي تلعب كونتر الامارات كاليفي، ومنتخب المغربي غادي يلعب كونتر سوريا كاليفي، تما نتلاقوا دومي فينال. في الدومي فينال اللي تربح بصحتها الميور كيغان، واللي تروح لا فينال نشجعوها كاع قلب ورب وخاوه. ليسونسيال الكاس ما تقعدش قطر، يجيبوها لافريك وخليهم يندموا تما. هذا هو الحل تاعها. الجزائر المغرب دومي فينال اللي تربح بصحتها، واللي تروح لا فينال نشجعوها في زوج. والميور كيغان. ليسونسيال كأس العرب ما تقعدش قطر، جيبوها وارواح. صاي هما راهم باغينها تقعد تما، بصح حنا ندوها لهم من فم السبع.
ايوه السلام عليكم وجمع. والله يا جماعة عندي أمنية الحين، عندي أمنية بعد المباراة اللي صار أمس. شفنا الجمهور المغربي الله يعطيهم العافية وحقهم، ترى ما نقول ليش ما يصير، لا حقهم، دام فازوا على المنتخب السعودي حقهم يحتفلون. لكن عندي أمنية الآن أن المنتخب السعودي إن شاء الله يوصل النهائي ونشوف المنتخب المغربي في النهائي. أنا أتمنى المباراة هذه تصير بصراحة، أتكلم مو بعيدا أني يعني ودي المباراة هذه تصير في نهائي كأس العرب، ونشوف الكلام اللي طلع أن المنتخب السعودي والتقليل منه ولا السعودي وينه وكسرنا عينه، هذه بنشوفها بإذن الله. نهائي كأس العرب أتمناه السعودية والمغرب، مع احترامي لكل المنتخبات العربية. تونس خرجت، مصر خرجت، السودان خرجت، جزر القمر خرجت. دول 4 فرق أفارقة خرجوا من دور المجموعات. المغرب والجزائر هما المنتخبان الإفريقيان الوحيدان اللي استطاعوا ان هم يوصلوا للدور القادم من كأس العرب، أو دور ربع النهائي، أو دور الثمانية، زي ما انت عايز تسميها. شكرا المغرب، شكرا الجزائر على إنقاذ سمعة الكرة الأفريقية، وأرجوكوا كملوا أرجوكوا انقذوا السمعة. المنتخب المغربي راح يقابل المنتخب السوري، والمنتخب الجزائري راح يقابل المنتخب الإماراتي. تخيلوا لو فاز الجزائر وفاز المغرب راح يتواجهوا في نصف النهائي، راح نشوف كلاسيكو أفريقي في كأس العرب. أنا مع احترامي للمنتخب السوري والمنتخب الإماراتي والله أتمنى لهم التوفيق، بس ودي أشوف مباراة بين الجزائر والمغرب في نصف النهائي. أبغى أستمتع. أعطوني توقعاتكم، من راح يفوز بين سوريا والمغرب، وكذلك من راح يفوز بين الجزائر والإمارات. شوف احنا ما ناخذ امر من حد. بس الامر هنا كازابلانكا. شنب وينك؟ ابو شنب. يا ابو شنب ما تتكلم وايد، احنا ما نتكلم. نلعب بس يا سعودي.